كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. النهاردة هنعمل مع بعض الكبسة السعودي بطريقة سهلة وبسيطة. تعالوا بينا نشوف هنحضرها ازاي. اول حاجة معانا مقادير الدقوس: طماطم، كزبرة خضراء، فلفل حامي وممكن نستبدله برومي، وفصوص توم، وخل، وملح. ودي مقادير الكبسة. معانا زيت وسمنة، قرفة عيدان ولومي، حبهان، مستكة، فلفل اسود، قرنفل، ورق لورا. معانا فصين توم، فلفل اخضر حار، صلصة طماطم، ملح، بهارات كبسة، طماطم مبشورة، بصل مبشور. وده شكل الفراخ واحنا نقعينها في محلول النقع. بنسيبها كده وبعد كده نصفيها ونشطفها، ودي شكلها اهو بعد ما صفيناها. محلول النقع بيبقى عبارة عن مية وملح وعصير ليمون واي منكهات احنا بنحبها. ننضف الفراخ كويس ونسيبها فيه من نص ساعة لساعة على حسب الوقت المتاح قدامنا. تطلع الفراخ طبعا بالشكل ده زي ما انتم شايفين، نضيفة كده وزي الفل، مفيهاش اي ريحة زفارة نهائي. وده الرز مغسول ومنقوع لمدة نص ساعة، بعد كده صفيناه. معانا حلة سخنة على النار، اول ما تسخن هننزل بمعلقة زيت ومعلقة سمنة. هننزل بالبهارات الصحيحة كلها. النار هنا لازم تبقى وسط علشان بس البهارات ما تتحرقش. هننزل عليها بالبصلة المفرومة. هنسيبهم بقى يتشوحوا كده حوالي 5 دقايق بس لحد ما ياخدوا لون حلو. هنضيف عليهم فصين توم مفرومين، نسيبهم برضو ياخدوا تشويحة كده معاهم. هننزل عليهم بمعلقة كبيرة من بهارات الكبسة ونقلب. ومعانا قرن فلفل حامي كده، هو مقفول مش هيخليها حامية بس بيدينا طعم حلو. معلقة كبيرة ملح. معانا مكعب ماجي، ده اختياري ممكن نستغنى عنه. خلاص كده اتشوحوا. هنجيب الفراخ وننزل بيها كده في التتبيلة دي. هنسيبها بقى كده لحد ما تاخد لون وتشرب من التوابل والبصل. هننزل كده بالطماطمايه المبشوره، معلقه صلصه، نقلبهم بس كويس عشان تتشرب من الحاجات دي. هنسيبها شويه كده بقى تشرب من الخلطه دي وبعد كده نشوف هنعمل ايه. كده خلاص الفراخ خدت لون وشربت من التتبيله بتاعتها، التوابل والطماطم والبصل وكل حاجه. هننزل بقى بالميه المغليه كده، نسمي الله، ويا دوب الميه بس تغطي اول الفراخ. هنسيبها بقى تستوي كده، بتاخد من 30 دقيقة ل 40 دقيقة حسب وزن الفرخة او على حسب الكمية اللي انت عاملاها. هنغطيها ونسيبها بقى تستوي. الكبسة يعني سلطة الدقوس. تعالوا بينا نحضر سلطة الدقوس لحد ما الفراخ بتاعتنا تستوي. وننزل كده بكل المكونات بتاعتنا فيها. معلقة ملح صغيرة، معلقة كبيرة خل. هنشغل الكبة بقى ونضرب ضرب كده متقطع عشان عايزين يبقى فيها حتت، مش عايزينها تبقى مفرومة جامد. خلاص الفراخ كده استوت. هنشيل بقى من الشوربة مقدار كده شوية يبقوا معانا عشان ما يطلعش بس زيادة على الرز، ولو محتاج هنزودها تاني. هننزل دلوقتي بالرز. هنظبط بقى المقدار، احنا عايزينه يدوب بس كده على وش الرز عشان هو طبعا مغسول ومنقوع. هنسيب بقى الحلة مفتوحة ونسيبه يغلي، واول ما يتشرب المية كده هنغطيه ونوطي عليه. ودي سلطة الدقوس بقت جاهزة معانا. تعالوا بينا نشوف الفراخ استوت. هنجيب الشوربة اللي نقصناها دي ونزود عليها معلقة صغيرة صلصة وندهن بيها كده الفراخ عشان ندخلها تحت الشواية. ندهن الفراخ كويس ونشربها كده عشان تدينا لون حلو. كده دهناها وشربناها كلها كده منها. هندخلها بقى بس يدوب تحت الشواية تاخد وش كده بسيط. كده دهنا الفراخ بالصوص بتاعنا. تعالوا بينا ندخلها الفرن ونشوف الرز. عقبال ما الفراخ تاخد لون تعالوا نشوف الرز وصل لايه. خلاص كده الرز بتاعنا اتشرب وبدأ يعمل بقى الفقاقيع دي كده. هنغطيه ونسيبه بقى على نار هادية لمدة تلت ساعة وبعد كده نرجع لكم. الرز كده خلاص استوى. نقلبه بشوكة كده بس عشان ما يتكسرش. وده شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. شايفين اللون بتاعها بقى. هناخد الفراخ كده نحطها فوق الرز. هنجيب حتة فويل ونعملها زي الطبق كده ونحطها معاهم. نحط الفحماية، ننزل بشوية زيت، ونغطي الحلة ونسيبها 5 دقايق. كده خلصت وصفتنا. تعالوا بقى بينا نشوف شكل الكبسة الجميل اللي يشرفك في اي عزومة. شايفين بقى الجمال والحلاوة والشكل اللي يشرفك في اي عزومة. الريحة طبعا تجنن، واكيد انتوا شايفين الشكل. الفراخ دايبة دوب والرز مفلفل. وده شكل سلطة الدقوس. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي، مش فرمينها ناعم، فيها قطع كده. طبعا تنفع جنب البرياني والكبسة وحاجات كتير. طعمها تحفة وبتفتح الشهية. وده الصوص اللي احنا خدناه من شوربة الفراخ، بيتقدم برضو جنب الكبسة، بيبقى طعمه حلو جدا. وبكده خلصت وصفتنا. ما تنسوش لو عجبتكم تعملوا لايك وكومنت وشير.